السلام عليكم، تحية طيبة إلى جميع المتابعين. قبل أن نبدأ خبرنا لهذا اليوم لا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل جرس الإشعارات ليصلكم جميع الأخبار المهمة والحصرية. لنبدأ على بركة الله خبرنا لهذا اليوم. وخبرنا لهذا اليوم بخصوص ما أعلن عنه أحد أعضاء مجلس النواب العراقي، أن على وزير النفط السابق إحسان عبد الجبار لدى محكمة النزاهة 68 ملفا متعلقا بالفساد المالي والإداري وهدر المال العام، وطالبت عددا من الجهات ذات العلاقة بإصدار قرار منح سفره إلى خارج العراق، موضحة أن الأضرار بالمال العام في قطاع النفط بقيمة 825 مليار دولار، وحجة من الملفات التي تورط فيها. وصرحت رئيسة لجنة النقل والاتصالات بمجلس النواب العراقي زهرة البتشاري في حديث صحفي بالقول: نظرا للمخالفات وملفات الفساد لوزير النفط السابق إحسان عبد الجبار، وجهت طلبا لعدد من المؤسسات الحكومية والسلطات القضائية مطالبة بمنح سفره إلى خارج العراق لوجود 68 ملفا ضده. وأوضح زهرة البتشاري أن الملفات 68 على الوزير السابق هي ملفات فساد كبرى، قسم منها مالي وقسم إداري إلى جانب التلاعب بالمال العام. ولدينا معلومات بأن وزير النفط السابق حصل منذ توليه الوزارة على جوازات سفر من عدد من الدول لقاء خدمات قدمها لتلك الدول، لذلك نرجح أنه سيرحل عن العراق قريبا باستخدام جوازات السفر تلك. وأشار زهرة البتشاري أيضا إلى ضرورة أن تمنع المؤسسات المعنية وزير النفط السابق من السفر، وأن تقدمه للقضاء وتحقق معه على الملفات التي تراكمت عليه. ولكي لا يفوتكم أي أخبار جديدة ومهمة، أتمنى الاشتراك وتفعيل جرس الإشعار.